سلام. واحد المغامر جزائري قرر انه يستكشف واحد المبنى اللي مهجور، لكن لسوء الحظ داكشي اللي غيتصادف معاه كان مرعب بمعنى الكلمه. كيبان هذا المغامر هو كيستكشف هذه المنطقه بلاصه بلاصه، حيث انه دار على الاغلبيه ديال الغرف كان كيستكشفهم. هو حامل في يده واحد المستكشف باش انه يقدر يشوف البلاصه مزيان ويضوي على داكشي اللي قدامه. مع ذلك كان الفيديو عادي وما كانش شي حاجه اللي كتثير الانتباه في الفيديو، واخا كانوا بعض المرات كيتسمعوا بعض الاصوات اللي خفيفه من اللور، وكانوا كيتسمعوا كذلك بعض الخطوات وشي تقرقيب اللي خفيف. لكن مع ذلك هادشي كامل ما كيتقارنش بداكشي اللي غيشوفه من بعد. فمباشره من بعد ما غيسالي الاستكشاف ديالو غيطلع للطابق الثاني، واللي كان كينتظروا تماك واحد المفاجاه اللي مرعبه. تخيل معايا انك تكون في واحد المنطقه اللي مهجوره وما كاين فيها حتى شي واحد، انت عارف ان حتى شي واحد ما يمكن له يوصل لديك البلاصه. فجاه غادي يبان قدامك واحد الطور اللي الحجم ديالو كبير بزاف وجالس قدامك، والحركه ديالو كانت هادئه بزاف. تقول لي شنو المرعب في هذا الشيء؟ ببساطه ما يمكنش لواحد الكائن اللي كبير بزاف انه يوصل لديك المنطقه، وخصوصا انه يطلع في كاع دوك الدروج اللي تما، وما يمكنش انه يجلس في ديك المنطقه المظلمه بوحديته. ثاني حاجه اللي لاحظتها ان الطور معروف عليه ينفو انه كيشوف الانسان او لا كتبان شي حاجه اللي كتثير الغضب ديالو فكيولي عدواني ومباشره كيشق الطريق للخصم ديالو. كيبان العكس ديال هادشي تماما مع هاد الطور اللي بان في الفيديو. الحاجه الاخيره واللي غريبه ديال بصح، فمعروف انه اي كائن كنوجهوا ليه الضوء راه مباشره كيبان الظل ديالو في الارض، الشيء اللي ما غاديش يبان عند هاد الطور، حيت ان فاش سلط عليه الضوء هاد المغامر الجزائري ما غادي يبان حتى شي ظل، وغيدير واحد الرياكشن اللي بارده بزاف، بحيث انه غينوض وغينصرف ويمشي بحالاته ما غيعاودش يبان.